اشتغل مع الداخلية بس. ثانيا بالنسبة لموضوع الهواية بقى فده انا هسيبك تعرفه لوحدك. المفروض دلوقتي احنا ندور على ايد السباك الشمالي. اسمع، لازم اقول لك ان تفكيرك هو اللي شمال. كلامك غير منطقي، واثق في بقك زيادة عن اللزوم. تعالى لي بسرعة لو سمحت في 40 شارع النجا والمهندس. فين من بدري يا استاذ؟ ازيك يا صبري؟ يعني احنا منطوعين هنا من صباحيه ربنا وانت يعني لسه جاي دلوقتي؟ ما تقطعش حبل افكاري. مش قلت مش عايز اسمع صوت؟ ما قلتش حاجة وانا اتكلمت. بتفكر في سرك بغباء وده مش قد التفكير. غبي. طيب سيبونا لوحدنا شوية يا جماعة. عيني في الدم. عايز نتيجة بأسرع وقت. واضح جدا من درجة تآكل الجثة إن المادة دي اترمت عليها من 16 ل 18 ساعة. 16 ساعة فعلا. بس اتحطت عليها بكميات كبيرة ودرجة تركيزها في المية كانت أعلى من 40%. فعلا. بس دي ما أثرتش خالص على الجاكيت. الجاكيت ده نوع جلد مدبوغ، يعني كده طبق جلد فوق بعض. فعلا. الريحة دي ده أمين الإسيلين ومحطوط بكميات كبيرة. بس واضح ان دي جريمة قتل دفع الاتهام يعني. ده اللي القاتل عايزنا نوصله. ايوه القاتل عايزنا نوصل كده. مش فاهم يعني ايه؟ انت مش ملاحظ حاجة غريبة في الجثة؟ وريني كده. بص. فعلا جثة مشوهة. في 3 طعنات في الظهر كلهم طعنات نافذة. ايوه طبعا. ايه يعني ايه ده؟ يعني لو دي جريمة بهدف تشويه الجثة بهدف الانتقام كنت هتلاقي الطعنات دي في كل حتة في الجسم، وكنت هتلاقي طعنات سطحية مش كلها طعنات نافذة في أماكن قاتلة. عايز أعرف مين أول واحد بلغ عن الجريمة؟ مين اول واحد بلغ عن الجريمه؟ أنا بسألك أنت مين أول واحد بلغك عن الجريمة؟ سيد البواب. هو اول واحد اكتشف الجثه واتصل بينا من تليفون خواجه اسمه خواجه البير، صاحب محل انتيكات تحت العماره. ايه ده؟ ده اكيد ده اوعى تتحرك من مكانك. اهدى يا صبري اهدى. قاتل ايه؟ النور متعود يقطع كل يوم في المنطقة دي في الوقت ده. هنكمل التحقيق كده. يعني مش القاتل اللي بيقطع النور؟ قاتل ايه اللي هيقطع النور؟ قول لي يا عم سيد. اتفضل يا بيه. انا هسألك سؤال ولازم ترد عليا بمنتهى الصراحة. بمنتهى الصراحة يا بيه. لان ده هيفيدنا جدا في حل القضية. انت بتطبخ بقالك كتير؟ ايه ده؟ هو راح فين؟ ده يكون منين؟ استاذ مندور الخشاب. ايوه خير. تعرف ان انا من زمان نفسي اشوفك. حضرتك بايه؟ يا بيه انا قلت لك اني بطبخ بس من فترة مش كبيرة، عجد يعني يا بيه. ما انا عارف. انا عايز افهم ايه علاقة ده بالقضية؟ ممكن تهدى كده وتقول لي انت عرفت اللي حصل ده ازاي؟ انا يا بيه كنت طالع او النور جاري. انت فرحان عليه يا عم سيد. اقعد كده هيطلع تاني. اقعد كده بالراحة واحكي لي. ما تعودتش اتسأل السؤال ده. لو اتسألت
تعودتش استقبل في بيتي حد ما اعرفوش. فهد عامل ايه معاك؟ فهد انت تعرفه؟ انت صاحبه؟ تقدر تقول كده اننا اقرب اعداء لبعض. انا يا بيه كنت بطلع شويه بضاعه للخواجه البير عندي في الشقه، اصله بيحب يحط البضاعه عندي في شقته فوق، وكان معايا جو الاستاذ هشام. اول ما قربت من الشقه دي يا بيه شميت الريحه العفشه دي، جيت بلغت الحكومه على طول يا بيه. استاذ هشام مين؟ استاذ هشام يا بيه اللي ساكن في الشقه الثالثه، اصل الدور 3 شقق يا بيه. هو استاذ ابراهيم بيومي كان بيشتغل ايه؟ المرحوم ابراهيم بيومي يا فندم كان شغال في شركه النصر للتامين. انت تعرفه كويس؟ ابدا، انا كل علاقتي باستاذ ابراهيم انه كان ساكن جنبي، وبوليسه التامين اللي عملها لي كانت علشان مجموعه تحف اثريه بس. انت بتتاجر في الاثار يا خواد ولا ايه؟ لا 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 ابدا، دي تحف الحمله الفرنسيه، لو ضاعت تبقى مصيبه كبيره، خساره كبيره، علشان كده قلت لازم أأمن عليها. ده بتتاجر في اثار الحمله الفرنسيه. قول لي يا استاذ البير، ايوه يا فندم. انا عايزك توصف لي كده استاذ ابراهيم بيومي. كان راجل يا بيه جدا كده، وكان شديد، وكان بيخاف على نفسه من اي حاجه، وكان بيلبس جاكيته سودة، وكنا معلمينه بالجاكيته دي يا بيه. قلت ايه؟ المعمل الجنائي اتصل وبيقول ان النتيجه المبدئيه لتحليل عينه الدم ظهرت في نوعين من فصيله الدم، فصيله دم القتيل وفصيله دم تاني. مين؟ فصيله دم القاتل طبعا. يا سلام، فصيلتين دم في مسرح الجريمه، فرق بقى واحده القتيل وواحده القاتل. لا استنتاج عبقري بصراحه. سلسله الافلام دي ناقصه. ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ وفيها ايه؟ واحد عنده سلسله افلام وناقصه، ايه المشكله يعني؟ لا طب ما انا عندي ليالي الحلميه ناقصها الجزء الرابع. ليالي الحلميه ده مسلسل بوليسي؟ لا بس سلسله برضه، سلسله خاصه ناقص. بقول ايه، انا تعبت وزهقت. يلا يا جماعه انتوا روحوا دلوقتي، واحنا لما هنعوزكم ان شاء الله هنستدعيكم. يلا يلا يلا، عشان احنا دلوقتي هنشمع المكان بالشمع الاحمر. جهز لي يا ابني الشمع. اقرب اعداء لبعض. انت عايز ايه؟ 10,000 جنيه. ايه رأيك؟ مبلغ كويس؟ كويس. والمقابل؟ انك تطمني على فهد. اصل انا بقلق عليه. عايزنا نتجسس عليه. هاي حس المؤلف البوليسي لسه جواه، وحس الراجل الشريف موجود جوايا برضه. اوفر قوي الرد ده. اوفر، وفي اوفر اكتر من كده. شرفتني. ما تكلمنيش بعد الساعة 11 عشان بنام بدري. القاتل عرف منين ان مادة امين الاسيلين تعمل كده في الجثة، وان لازم تركيزها في المية يزيد عن 40%. البواب طلق مراته بعد السنين دي كلها ليه؟ الطلاق قريب قوي، مكان الدبلة ولونها غير لون باقي الجلد اللي الشمس حرقته. اسف اسف بس الافكار ده دوخ انا مش انت صدقني انت. ايوه انت يا عم، انت بتاع شوارعنا. ايوه يا فندم شوارعنا، ده انا بحب كل اغانيكم.
حافظها صم. ده في اغنيه بقى موجود فيها بتاعت اسمها يعني حافظها صم دي. ايه بقى؟ اللي هي ايوه لما باجي اكلمك فجأة بلقى نفسي روميو أوسي عبد المطلب. حلوه صور السيلفي دي جامده. بالك بقى في الموبايل. ثواني هتصور معاك. لا مش عايز اتصور خالص. انا بس كنت عايزك في موضوع كده، نصيحه صغيره بس بيني وبينك. نصيحه؟ اولا يعني انا عاجبني جدا البلوفر بتاعك بجد، براند عالمي هايل، وحتى البنطلون والشوز كلها حاجات متنقيه، وساعه غاليه جدا. بتهيألي ما يليقش معاهم محظظه ب 3 جنيه مدتها خلصت من 7 سنين. ايوه يا حبيبتي، معلش بكنسل عليك عشان في موضوع غريب كده، هخلص واكلمك. الدبله دي مدتها كانت السنه دي، واضح ان انت خاطب من شهور، والذوق اللي نقى الدبله دي ما ينقيش حظاظه بالمنظر ده. الذوق اللي نقى الدبله ينقي سلسله بالمنظر ده، قيمها وقيمتها فيها، وعليها حرفين، اسمك واسم خطيبتك الجديده. اما بقى الحظاظه اللي في ايدك دي جابتها لك حبيبتك الاولانيه، وسايبه لك ذكرى عليها اول حرف من اسمها. نصيحتي ليك خليك مع خطيبتك، يعني دي اللي بتحبك بجد. انت حر. برافو، تفسير مقدر. بس احب اقول لك بقى ان انا مش هرجع لحبيبتي الاولانيه. السبب الاول ان انا بحب خطيبتي جدا، والسبب الثاني ان الحظاظه دي اختي الصغيره جابتها لي من اول مصروف خالتي. سلام يا عبقري. مصطفى، صفحتك على الفيسبوك وانت كاتب عليها انا ما عنديش اخوات بنات. ايوه يا حبيبتي، ما تجيش انا جاي لك. ايه اللي اخرك يا مندور؟ ايه ما كنتش لاقي الكافيه ولا ايه؟ كفايه استعراض عليا بقى، مش كفايه المره اللي فاتت لما قلت لي هخرج معاك وبعد ما لبست لقيتك نزلت لوحدك. انا جيت بس عشان في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. ما اكلمكش في موضوع المرحومه مراتك عشان ده بيعمل لك حاجه. اسكت بقى، سيبني شويه اتكلم. الله، تعالى يا جماعه. هو المكان ساعد كده ليه؟ بص، انت اول ما نزلت جه واحد كده غريب وقعد يسالني عليك، ولما سالته انت مين قال لي ان هو اقرب عدو ليك. وعايز ايه؟ هو كان عايزني ان انا ابلغه اخبارك وهيديني 10,000 جنيه. خدتهم؟ طبعا لا، وده معقول؟ ليه يا مندور؟ ليه ما خدتهمش؟ كان زماننا قسمناهم دلوقتي وطلعنا اتعشينا عشوه حلوه. في معرض بيقام في فرنسا وبيقولوا انه هيتعرض فيه اثار مصريه من ايام الحمله الفرنسيه. المعرض ده معرض سنوي بيقام في باريس، والمجتمع الفرنسي على فكره بيهتم بيه جدا، خاصه الاثار اللي ليها علاقه بالحمله الفرنسيه على مصر. طبعا الاثار اتهربت بره البلد من زمن طويل، بس الاثار الفرعونيه لسه موجوده الحمد لله. الحمله الفرنسيه؟ في ايه مالك؟ ها؟ لا ولا حاجه. الحساب. بما انك راجل مؤلف عبقري وقديم التقايل، يعني كنت عايز اسالك كده على حاجه. سلسله روايات قديمه اسمها جريمه في العقار الغامض، دي كانت عملت مجموعه افلام، تعرف عنها حاجه؟ اشمعنى؟ لا ابدا. ثانيه واحده. ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي. ميرسي. لا مش هيك يا عم يلا يا عم. سلسله الافلام دي كنت شفت منها كام جزء؟ الكام جزء ده عجبوني جدا. الاقيها عندك؟ ولا هتلاقيها عند اي حد. المجموعه دي اتمنعت من مصر ومن العالم كله، وكل ما يلاقي نسخه بيصدروها عشان المجموعه دي عملت فكره الجريمه الكامله. هي تستاهل كل ده؟ طبعا. القاتل هنا بيمهد لجريمته بجريمه اوليه، يجي يبين للبوليس القاتل ويبين للبوليس كمان الجريمه، وده
عشان يفضي مسرح الجريمة عشان يرتكب جريمته الأساسية. رد يا صبري. يا صبري، انا عرفت القاتل، خليك في حالك في سكتك. ايوه لا مش هشام جار ولا البواب ولا انا. اهم حاجه دلوقتي عايزك تروح بسرعه على محل التحف بتاع البيرة اللي تحت العماره، مفيش وقت. وعايزك تجيب معاك نتيجه تحليل DNA وصوره لابراهيم بيومي، وعايز اعرف كمان فصيله دمه وفصيله دم هشام. بسرعه ها، انا مش هتاخر. يلا يا اسطى بسرعه. ماشي، سلام. الكلام ده يتقال اصلا، ما ينفعش الكلام ده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خزنة استاذ البير اتسرقت وكان فيها تحف نادرة. قعدت تقول لي هشام مش هو القاتل، هشام مش هو القاتل، وهو نط من بلكونة بيتهم على بلكونة بيت استاذ البير وسرقه. تحف من ايام الحملة الفرنسية. حملة فرنسية ايه وكلام فاضي ايه؟ المهم دلوقتي ان احنا عرفنا من القاتل. البواب. البواب؟ معاك صورة القتيل ابراهيم بيومي. ابراهيم بيومي القتيل؟ اهو. طب يلا بسرعة عشان مفيش وقت. يلا فين؟ احنا رايحين فين؟ لازم نلحق نروح حالا المطار. ليه؟ القتيل هيهرب هو والتحف على أول طيارة طالعة فرنسا. قتيل؟ مش منطقي إن القتيل يموت بطعنات نافذة في الظهر والجاكيت اللي كان لابسه مفيهوش ولا طعن. معنى كده إن الجاكيت ده اتلبس بعد القتل. يعني إبراهيم لبس هشام الجاكيت بتاعه عشان نفتكر إن إبراهيم هو القتيل وإن هشام هو القاتل. القتل حصل بره بطريقة هادية وشبه تقليدية. نام على الأرض ومسح الدم اللي على الأرض بالجاكيت. الدم مطرطش على حيطان الحمام. ده معناه إن إبراهيم بيومي رش الدم من نفس فصيلة الدم وبشكل عشوائي. أما فصيلة الدم الغريبة فدي فصيلة دم القتيل اللي هو هشام الجار. أكيد عرفتوا طبعا هو شوه الجثة ليه. أما ليه بقى قتل هشام فده اعرفوه لوحدكم. أشوفكم في جريمة جديدة. فهد الورداني. لا مش هطفي النور غير لما تقول لي عرفت موضوع البت ده منين. جرايه منظور ايه شغل العيال ده؟ بقولك طفي النور. خلاص يا سيدي هقولك. ايه؟ عرفت من الساعة بتاعتك. ايه ده؟ ساعتي؟ يا عم وانا سرقتك؟ وليه ما تقولش ان اللي جاب لي الساعة دي يكون ابني او المزة بتاعتي على سبيل المثال؟ اولا ده ذوق حريمي. ثانيا من صورة مراتك الله يرحمها اقدر احدد اللي معاها ده ابنك ولا بنتك رغم ان الصورة قديمة وهو ابيض واسود. اما بقى بالنسبة لموضوع المزة بتاعتك ده فما فيش داعي، خليني ساكت. ليه؟ حد قالك حاجة؟ من غير ما حد يقول لي. التحاليل مالية المكان، انت ما بتشوفهاش ولا ايه؟ لا اله الا الله. عموما بالنسبة للموضوع بقى بنتك فهم اول حرفين موجودين على الساعة س م. سامية مندور. اظن واضح. سامية مندور. فعلا هي اسمها سامية مندور. طب يلا اعمل لي العشاء بسرعة مندور عشان جعان. حاضر. حاجة أخيرة اسمها اللي على الموبايل. هفتح الباب واجيلك، ادخل انت اعمل العشاء. يا رب يعجبك. الحساب وسط. على فكرة مستواك اتحسن جدا جدا. صحيح.
الأستاذ مندور طلع طيب أوي. وبنته سارة حلوة صح؟ سارة فلتت منك المرة دي، بس امها الله يرحمها كان اسمها سامية. بس انت هتعرف حاجات كتير الصراحة يعني.